بيبدأ الفيلم بولد صغير وضعيف كده كان بيسافر في ترانسلفانيا، فجأة لقى نفسه جوه قلعة مسكونة بمصاصين الدماء، وكمان في صياد كان حاطط عينه عليهم. الولد ده ما بقاش قدامه حل غير انه يتحد مع مصاصين الدماء دول علشان يقدر ينقذ نفسه. في قلعة قديمة في ترانسلفانيا عيلة من مصاصين الدماء متجمعين علشان يحتفلوا بعيد ميلاد رودولف اللي بقى عنده 13 سنة. بس بعد ما احتفلوا بالمناسبة دي 300 مرة الولد زهق وما بقاش متحمس خالص للاحتفال. رودولف طلع بره القلعة علشان يشم شوية هوا، بس أبوه فريد ما كانش عاجبه تصرفه واتخانق معاه. قال له إن ابنه هيجذب الصيادين ليهم. مش بعيد من هناك عيلة تومبسون كانوا مسافرين على طرق ترانسلفانيا، وتوني استغل الفرصة علشان يضيع وقته في قراءة القصص عن مصاصين الدماء. أعمام رودولف الكبار كانوا طايرين في طريقهم لحفلة ابن أخوهم، وانتهى بيهم المطاف جنب عربية عيلة تومبسون. لما شاف توني مصاصين الدماء حاول يوريهم لأهله بس اختفوا فجأة. بوب طلب من ابنه يبطل يحلم، وهو بيتكلم مع الولد مستر تومبسون اتلهى ومعرفش ياخد الدوران الصح وطلع بره الطريق ونزل لمنحدر. بالرغم من الخضة دي العيلة ما خبطتش في أي شجر ووقفت على حافة الجرف. كانوا هيقعوا في مقبرة في ترانسلفانيا. صياد مصاصين الدماء اسمه روكري راح جراج وبدأ ينادي على ماني الميكانيكي اللي بيهتم بالمكان. لما ظهر روكري كسر الباب بكتفه وقال له انه محتاج العربية علشان يروح يصطاد، وطلب من ماني يوديه العربية اللي دلوقتي فيها كشاف قوي يقدر يحرق اي مصاص دماء. فريدريك اتخانق مع ابنه الكبير جريج اللي اتهمه بالجبن علشان بيستخبى من البشر. بعد الخناقة دي جريج اتعصب وقرر يسيب القلعة ويمشي لوحده، بس رودولف كمان كان عايز يروح معاه وبدأ يروح وراه من غير ما ياخد باله ان روكري موجود بالعربية بتاعته وبيدور على مصاصين الدماء. باستخدام رادار خاص ماني قدر يتعقب جريج وراح وراه لمحطة بنزين وحرقه بالكشاف الجامد بتاعه. وهو على وشك انه يهاجم بني ادم رودولف طار لاخوه الكبير وبدأ يشيله ويرجعه للقلعة من غير ما ياخد باله ان الصيادين وراهم. بره الطريق بوب بيصلح العربية لما العيلة لقوا 2 عجايز مجانين خايفين من مصاصين الدماء. مع ذلك كانوا مضيافين وعرضوا على العيلة أوضة يقعدوا فيها لحد ما يجيبوا ونش يجر العربية. لما قربوا من المكان العيلة اكتشفوا ان العجايز عايشين في قلعة فيها مرايات ورستم كتير علشان خايفين من مصاصين الدماء. رودولف وصل وهو شايل جريج وده خلى فريد ينتبه. روكري بقى حط مسامير مخصوص على الباب وثبت كل حاجة بشبكة مضادة لمصاصين الدماء، والصياد ومساعده بيتكلموا في الخطة. رودولف طلع بره القلعة وقطع سلك من أجهزة روكري وده أخر الصياد. الولد رجع القلعة يائس وقال لكل اللي شافه وقال إنهم لازم يهربوا قبل ما يتسجنوا. وهما طالعين جريج اقترح إنهم يستخدموا المتاهة علشان يهربوا، بس فريد قال له إنه ممنوع يروحوا من هناك وإنه هيحاول يهرب بالكل قدامه. عند المدخل الصياد كان بيخلص تثبيت الشبكة. لما مصاصين الدماء وصلوا روكري اتفاجئ وما عملش حاجة علشان يمنع فريد وعيلته من الهروب، بس مصاصين الدماء التانيين ما كانوش محظوظين زيهم واتقبض عليهم باستخدام الكشاف بتاعه الجامد. الصياد حرق المخلوقات مصاصة الدماء علشان يرجعوا للقلعة، وانتهى بتثبيت المخرج بالشبكة المضادة لمصاصين الدماء. وفي السماء كانوا الأعمام الكبار قربوا من القلعة لما فريد قابلهم وبدأ يوجههم علشان يوصلوا لمكان آمن. وهما بيحاولوا يهربوا روكري ثبت الشبكة خلاص بيحاول يحرق مصاصين الدماء بالنور، بس عمل حادثة واضطر يطلب مساعدة طيار علشان يكمل المطاردة. ركب طيارة متحركة علشان يطير ورا العيلة. لما لاحظوا وجود الصياد المجموعة حاولت تطير علشان يضيعوه، بس ده برضه منفعش. رودولف قرر انه يستخبى وطار جوه زجاج الطيارة وطار ناحية الأرض، وده خلى البشر يغوصوا بالطيارة وبيحاول يقطعها بالمراوح. الطيار كان هيخبط في الأرض واضطر يغير اتجاهه في آخر لحظة وده ضر هيكل الطيارة. روكري صبره خلص فقرر يقفز من الطيارة هو وماني، بس الباراشوت بتاع الصياد اتقطع واتفتح بدري ورماه بره الطياره. الميكانيكي ورئيسه بيقع نط وقدر يمسكه في الهواء وفتح الباراشوت وهبطوا بسلام. لما وصل الارض ماني شاف رودولف بيتفرج عليهم من شجره ونبه الصياد اللي وجه الكشاف بتاعه لمصاص الدماء المراهق اللي طار علشان ينقذ حياته. وهو بيحاول يحرق رودولف البني ادم وجه الكشاف في اتجاهات كتيره وانتهى برميه النور في اوضه توني اللي صحي متلخبط وقرب من الشباك علشان يشوف في ايه، وشاف مصاص الدماء المراهق بيقرب من القلعة. وعلشان الفجر كان قرب خلاص رودولف ما كانش قدامه حل غير انه يدور على شباك مفتوح علشان يقدر يستخبى. اوضة توني كانت الأقرب، فده اللي حصل هناك. رودولف شاف البني آدم وبدأ يغضب ويسأله ليه بيصطادوا عيلته بقالهم قرون وهو ما يعرفش هو بيتكلم عن ايه. توني قال له انه معجب بمصاصين الدماء قوي. رودولف اتهمه بالكذب، بس العجايز قطعوه وبداوا يخبطوا على الباب علشان يمنعوهم يعرفوا عن مصاصين الدماء اي حاجه. توني فتح الباب وعمل نفسه انه مفيش اي حاجه بتحصل،
وده خلى العجايز يمشوا. لما رودولف شاف ان توني ما حكاش للبشر التانيين عنه وثق فيه شويه وقرر يعرفه بنفسه. بعد ما اتصاحبوا رودولف بدأ ينام، والولد البشري قرر انه يعمل تابوت مؤقت فرش دولابه علشان مصاص الدماء ينام فيه. قبل ما ينام توني طلب من رودولف ما يمصش دمه، والولد قال له ان مفيش حاجه تقلقه لان ابوه منع العيله بتاعتهم تقرب من البشر وانه بس بيتغذى على الحيوانات. بعد الكلام ده رودولف ودع صاحبه وبعدها ناموا وصحيوا، بس لما ام توني جت تصحي ابنها بعد ما فتحت الشباك الست شافت الدولاب على الارض وحاولت ترفعه، بس ابنها قدر يمنعها وقال لها انه عمل كده علشان بيلعب. بعد ما امه مشيت توني راح يتكلم مع مصاص الدماء اللي كان بيشتكي من الجوع، وعلشان يساعده الولد راح المطبخ علشان يفكر في طريقة يجيب له بيها أكل، وشاف بقرة في المرعى علشان صاحبه مصاص الدماء يقدر يتغذى عليها. توني طلب لفة ورق ألمونيوم وخدها القط ولف رودولف بالورق علشان يعكس ضوء الشمس. وهو بيحاول يوصل للمرعى توني أهله شافوه وقدم رودولف على إنه ابن الجيران وقال إنه ملفوف بورق ألمونيوم علشان بيلعبوا رواد فضاء. بالطريقة دي توني قدر يضيع أهله ووصل للمرعى وبدل دور رودولف علشان يقدر يتغذى على واحدة من البقر. لما خلص مص الدم توني رجع رودولف القط، وهناك مصاص الدم حكاله كل حاجة حصلت في آخر 24 ساعة. ولما عرف بالخطر اللي عيلة رودولف بتواجهه توني عرض إنه يساعد وطلب من مصاص الدماء ينام وقال له إنهم هيبدأوا الإنقاذ لما الدنيا تليل. لما الليل جه توني ورودولف اتكلموا آخر مرة واستعدوا إنهم يمشوا، بس عشان الولد البشري ما بيقدرش يطير الولد مصاص الدماء ملقاش حل غير إنه يشيله. الاتنين طلعوا من الشباك وطاروا فوق، وتوني مبهور بالإحساس ده. مش بعيد من هناك روكري لقى رودولف بالرادار بتاعه بتاع مصاصين الدماء وراح لمدخل القلعة فاكر إن الولد لسه هناك بيتفرج على كل حاجة من الشباك. العجايز شافوا توني طاير مع رودولف وافتكروا إنهم هما الاتنين مصاصين دماء. عند مدخل القلعة روكري اتكلم مع العجايز وقال لهم إن عندهم غزو مصاصين دماء وعرض إنه يعتني بالموضوع مجانا. العجايز قالوا له انهم شافوا 2 منهم طايرين وان واحد منهم عايش في القلعه مع اهله، وده وداهم للاوضه اللي الولد قاعد فيها. الولدين قربوا من المقبره اللي عيله رودولف مستخبيه فيها. الولد كان عارف ازاي اهله هيتصرفوا مع وجود بشري وقرر يسيب توني ويروح لمدخل المقبره، وهناك عيلته استقبلته وكانوا مرتاحين لما اكتشفوا انه بخير وما عندهمش وقت يضيعوه. الولد قال لهم ان روكري بيدور عليهم وحكى عن المساعده اللي خدها. رودولف مشي من المقبرة وراح لتوني وشاله علشان يوديه لأهله. لما فريد شاف إنسان اتوتر وكان هيهاجمه، بس رودولف قدر يهديه وعرفهم ببعض. حتى بعد كل ده فريد قال إن مصاصين الدماء ما ينفعوش يكونوا أصحاب مع البشر، ورودولف أصر إن أبوه غلطان ومشي مع توني وهو عايز يساعد. أنا بنت فريد الصغيرة عرضت إنها تروح معاهم وقالت إن قدرات على التلاعب ممكن تكون مفيدة. في القلعة روكري استخدم شوية مرايات علشان يحلل أهل توني ولاحظ إن ليهم انعكاس وده أكد إنهم بشر. وبعد ما خلص الصياد مشي من القلعة واستخدم واحدة من أدواته علشان يحدد مكان المقبرة عن طريق ثقب في السقف. دلوقتي بقى عنده طريق المقبرة. روكري شغل واحد من أجهزته وبعت لمبة جامدة جدا علشان تحرق مصاصين الدماء، بس توني مسكتش وشال مشابك البطارية وده طفى النور علشان العيلة تقدر تهرب من خلال المجاري. بعد ما طاروا الولد عكس الأقطاب وعمل مس كهربائي في المعدات وبعد صدمة خلت روكري وماني يغمى عليهم. بالإضافة لكده التفريغ الكهربائي دمر كمان عربية الصياد وبوظ معظم الكماليات بما في ذلك الرادار. ومن بعيد عيلة مصاصين الدماء وصلوا لمكان آمن، ورودولف قال إنه هيرجع علشان ينقذ صاحبه مع أنا. رجعوا للمقبرة. الصيادين دخلوا المقبرة وواجهوا توني ونوروا النور في وشه فاكرينه مصاص دماء، وماني خد صليبه ووراه للولد وده كمان منفعش. روكري فكر انه ممكن يكون مصاص دماء وضربه بمدفع التوم بتاعه، وقتها بس صدقوا انه بشري. بعد ما اتاكد من ده الصياد اتهم توني بالخيانه وبدا ياخده معاه، ربطه على سقف عربيته وبدا يلف بيه. في الوقت ده الاخوه مصاصين الدماء كانوا بيوصلوا لتوني. لما شافوا عربيه روكري استخبوا على الاسطح وسمعوا الصياد بيقول انهم رايحين لترانزلفانيا وكانوا قلقانين من اللي ممكن يحصل لبقيه العيله المحبوسه، محتاجين يوصلوا هناك قبل الفجر. توني فكر في انه يطلب المساعده من اهله بس الولد عارف انه هيتعاقب. انا عرضت انها تساعد فدخلت الاوضه واستخدمت قوتها بتاعه مصاصين الدماء علشان تقدر تتحكم في عقولهم. بعد ما الاتنين وقعوا تحت التعويذه انا قالت لهم ان توني بيطير لرودولف في ترانسلفانيا وقالت انهم لازم يرافقوا الولد وهم لسه تحت التعويذه. انا راحت لاهلها وقالت لهم ان الاتنين البشريين يقدروا ياخدوهم جوه المقطوره علشان يحموهم من ضوء الشمس. بعد ما عمتها وعمها مشيوا انا قدمت اهلها لعيله تومبسون وطلبت من الكل يروحوا جوه المقطوره على طول. ومن بعيد الاولاد كانوا بيطيروا ناحيه ترانسلفانيا. لما رودولف حس ان حد بيطاردهم وهم مستخبيين شافوا بقره طايره، وتوني قال انها اكيد اتحولت بعد ما رودولف مص دمها. كملوا الرحله والبقره الطايره وراهم. في القلعة جريج قاضي العيلة خلال المتاهة بيحاول يوجههم للمخرج من الناحية التانية، بس مهما حاولوا بيرجعوا لنفس النقطة اللي بدأوا منها.
والشمس على وشك إنها تطلع خلاص، توني قرر إنه ياخد استراحة وطلب من رودولف إنه ينام على أي قبر لحد ما الليل يليل. قبل ما يعمل كده الولد قال له إن روكري حبس عيلته في شبكة مضادة لمصاصين الدماء، وإنه محتاج مفتاح جريفين مخصوص علشان يشيل الحماية. واثق إنه هينجح، توني ودع صاحبه وكمل رحلته على رجليه. على بعد كام كيلو متر توني وصل للطريق وشاف روكري واقف في زحمة مرور، فاستغل الفرصة والولد استنى العربية تعدي وطلع وراها علشان ياخد توصيلة. خلال الرحلة توني شاف المفتاح المخصوص اللي رودولف ذكره وحاول ياخده، بس في اللحظة دي روكري لقى طريق مختصر مشبوه جدا وبدأ ينزل لتحت. العربية بدأت تتفكك وعجلة القيادة اتخلعت وسابت العربية مفلوتة تماما وهو ما بيقدرش يغير الواجهة. العربية خلصت والعجلة الخلفية اتضربت في جذع شجرة، وده خلى المحور يتخلع ورمى توني بره العربية بمفتاح ربط مخصوص. لما الليل جه رودولف وبقرته مصاصة الدماء صحيوا وبدأوا يطيروا ناحية مقبرة العيلة، ولما بيقربوا من المقبرة روكلي خلاص خلص رسم خطته لما اكتشف ان مفتاح الربط المخصوص اتسرق. الصياد انفعل وخد عربية وراح للمقابر وطلب من ماني انه يروح هناك بأقوى قنبلة يقدر يلاقيها. عند مدخل المقبرة توني وصل للشبكة وبدأ ينادي على جريج، بس عشان هما في المتاهة مفيش مصاص دماء يقدر يسمعه. الولد استخدم مفتاح الربط المخصوص وبدأ يشيل المسامير اللي ماسكة الشبكة، بس روكلي وصل واضطر يوقف باستخدامه القوس والسهم علشان يخوف توني. في اللحظة دي الولد شاف رودولف والبقرة بيقربوا، فقرر انه يلف روكلي ويستنى صاحبه يقرب كفاية علشان يرمي مفتاح الربط على راس الصياد، والراجل وقع. رودولف انقذ توني وخدوا المكان آمن وبيتفرجوا مع بعض لما روكري قام وبدأ الخطوات الأخيرة في خطته. لما شاف إن البني آدم ناوي يقصف المقبرة رودولف قرر إنه يعمل حاجة، وتوني اقترح إنه يحاول يعمل تعويذة على الصياد زي ما أنا عملت بالظبط. بالرغم من إن الفكرة كويسة رودولف ما عندوش القدرة دي، وانتهى بيهم المطاف في مرمى سهام روكري. مش عارفين يعملوا إيه. توني حاول يتفاوض مع الصياد بس الراجل رفض يسمعه وقال له إنهم هيتفرجوا على المقبرة وهي بتدفن. في اللحظة دي ماني فعل القنبلة وقال لهم إن عندهم 30 ثانية بس علشان يتراجعوا، ووصى إنهم كلهم استخبوا ورا قبر. ومجرد ما استخبوا الانفجار حصل وموجة الانفجار خلت كل حاجة تتهز، وفي المتاهة مصاصين الدماء خافوا إن الهيكل ينهار، بس بسرعة الهزة دي عدت والكل فضل سليم. وهما بيبصوا لفوق شافوا إن الانفجار ده فتح حفرة بره، وجريج خمن إن ده فخ فقرر إنه يروح يتحقق بنفسه. على السطح جريج لقى مفتاح ربط روكري واستخدمه علشان يوقع البشر وأنقذ أخوه وصاحبه. الولد مسكهم هما الاتنين من إيدهم وبدأ يطير، بس سابهم في نص الهواء وتوني بدأ يقع، وده أكبر رودولف يعمل غطسة سريعة جدا علشان ينقذه. لما جريج شاف المنظر عارف إن توني ده خالد وحاول يهاجمه، بس رودولف قدر يوقفه وقال له إنه بالرغم من إنه بشري الولد واجه روكري لوحده وأنقذ حياة مصاصين دماء كتير. وبعد ما اتصالحوا جريج ساب توني بيطير مع بقرة دراكولا وراح يتكلم مع بقية العيلة اللي لسه في المتاهة من غير ما ياخد باله إن روكري استعاد وعيه. كان غضبان. البني آدم صحى ماني وأمره يروح للهليكوبتر وخد العربية وساق ورا الولدين بكشاف وروكري بيحاول يحرقهم. توني عمل لفة في الهواء وضرب اللمبة اللي وقعت على الأرض، بس الصياد ما استسلمش وخد القوس والسهم علشان يحاول يدمرهم في الهواء. في اللحظة دي بوب وصل مع مصاصين الدماء، ومجرد ما عارف إن حد بيحاول يأذي ابنه ما فكرش مرتين. قبل ما يتحد مع مصاصين الدماء بدأ يطارد روكري، وكل ده وماني بيطير في هليكوبتر وبيطارد العيال. الولاد دول بدأوا يطيروا في دوائر بسرعة عالية جدا وده خلى الميكانيكي يتوه. أخيرا توني وقف فوقه ورفع ديل البقرة وخلاها تطلق قنبلة وحشية خلت ماني يقع من الهليكوبتر على الأرض. روكري حاول يشيل بوب من المسار وقدر ينفصل عنه عند مفترق طرق، وده حط العربيتين على مسار تصادمي مصمم إنه يخلص عليهم كلهم. الصياد بدأ يسوق بأقصى سرعة ناحية عربية العيلة، بس رودولف عارف هو ناوي على إيه وربط ونش روكري في شجرة. بسبب كده العربية اتكسرت فجأة قبل التصادم، والصياد طار في الزجاج الأمامي للعربية التانية واتكسر على الأرض. بوب كان غضبان قوي وطلع من العربية واتهم روكري بمحاولة قتل ابنه واتحداه في المبارزة. كان جبان جدا وخد مفتاح ربط أنابيب وراح ورا بوب قبل ما يقدر يوجه له ضربة. توني وصل مع بقرته الطايرة وكسر الراجل على الأرض. دلوقتي روكري بره الصورة. عيلة مصاصين الدماء هنقت بوب على شجاعته وعزمت عيلة تومبسون على حفلة رودولف وبدأوا يطيروا معاهم في الهواء. العيلة كلها اتجمعت والكل بدأ يحتفل باستثناء رودولف اللي قال إن الفجر هيطلع قريب وإنهم محتاجين بيت جديد. لما سمع ده توني فكر في انه يروح لقلعة العجائز وقال انه جاب شوية ضيوف، ومجرد ما شافوا مصاصين الدماء الزوجين اللي هناك اتصدموا واغمى عليهم وسابوا القلعة الضخمة لعيلة رودولف. وبكده بيخلص الفيلم. يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.